مشاهدين، برحب بيكم في الحلقة 18. والنهاردة هتكلم معاكم عن عبادة جسد البابا شنودة الثالث، معلم الأجيال، مضلل الأجيال. عزيزي المشاهد، النهاردة مش هتكلم معاك عن المعجزات ولا ألقاب ولا حياته ولا أي حاجة. أنا هتكلم معاك عن نقطة واحدة بس، وياريت تركز معايا فيها: عبادة جسد البابا شنودة. نجاسة بتتم داخل الكنيسة الأرثوذكسية وشر، وكل ده بالدليل من الانجيل. ويا ريت يكون معاك الانجيل نسخه الفان دايك، والنسخه دي موجوده في اي مكتبه ارثوذكسيه. عايز المشاهد، اول حاجه هنشوفها واول مشهد هنتكلم عليه هو السجود للجسد. جسد البابا شنودة لما كان في الكنيسه على الكرسي المرقسي كما يدعى وكما يقال، قعد 3 ايام. في خلال ال3 ايام دول اول حاجه تم فيها سجود لجسد البابا شنودة، مضلل الأجيال اللي كان ميت عليه. والكنيسة الأرثوذكسية نسيت إن الله قال كده نصا: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. سجدوا للجسد، والسجود ده عبادة. والله موصي كده في لوقا 4:8: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. العبادة والسجود للمسيح بس، مش لأي حد تاني. معنى تروح تسجد لجسد كده انت بتعبد الجسد، وده مش موجود في الانجيل خالص. عزيزي المشاهد، تاني حاجة تمت في المشهد التاني دوت اللي بيتم فيه قيد الشموع للجسد وقيد البخور للجسد. والبخور والشموع ده حاجة عبادة كانت بتتم لله في العهد القديم. افتح كده عزيزي المشاهد خروج 30 عدد 37 من الانجيل، واقرا كده ورايا، ما تاخدش كلام مسلم. مكتوب كده: والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعه لانفسكم، يكون عندك مقدسا للرب. لما تروح تبخر للاسقف شنودة وهو ميت على الكرسي 3 ايام، ده كده الاسقف شنودة هو اللي عندك الرب، للاسف الشديد. عزيزي المشاهد، في المنظر كمان التالت دوت، التسبيح اللي بيتم والتمجيد والترنيم للجسد ده اسمه عبادة. يا بابا شنودة، أيام وأشهر وسنين هتفوت، عايش في قلوبنا ومش هتموت. صلي عشاننا يا بابا شنودة، يا طوبى ويا زاهد يا روحاني، يا ذهبي الفم التاني جوا قلوبنا يا بابا شنودة. صلي عشاننا يا بابا شنودة. ليه عبادة؟ افتح كده عزيزي المشاهد كلمة ربنا، عشان كلمة ربنا هتنور عقلك وقلبك. أشعيا 42 عدد 8 مكتوب كده، بيقول لك ايه: أنا الرب هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. افتح كمان عايز المشاهد معايا رؤية 15 وعدد من عدد 3 لعدد 4. اقرا كده معايا: وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب. مش بيرنموا لا لشنودة ولا القديسين، بيرنموا للرب الإله القادر على كل شيء. هل البابا شنودة هو قادر على كل شيء؟ لا. عادلة وحق هي طرقك. اسمع بقى اللي جاية دي: يا ملك القديسين. لما تحب ترنم وتحب تدي تسبيحك، ادي للقادر على كل شيء، وادي الملك القديسين مش للقديسين. اقرا كده العدد اللي معايا التاني من عدد 4: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس. الترنيم يا عزيزي المشاهد والتسبيح والترتيل والتمجيد لواحد بس قادر على كل شيء، لواحد بس ملك القديسين، لواحد بس القدوس المسيح. غير كده الله رافض اللي حصل لجسد البابا شنودة اللي قعد 3 ايام على الكرسي تسبيح ليه. ودي عبادة وزنا ونجاسة تم ببيت ربنا، وربنا رافض الكلام ده. عزيزي المشاهد، المشهد الرابع، ويا ريت برضه حضرتك تراجع معايا برضه المشاهد ديت
وهي خروج جسد البابا شنودة من قبره بعد ال7 أيام ما مات فيهم. راح الأنبا سربمون أسقف ورئيس الدير وتم خروج الجسد بتاع البابا شنودة ودفنه في رملة. مش بس كده، وخد التابوت اللي كان فيه وداه للمقر البابوي. الكلام دوت اللي عمله الأنبا سربمون دي نجاسة، وده تم فعلا بالنص في الإنجيل. افتح كده عزيزي المشاهد معايا أرمية 8 وركز قوي بقى في اللي جاي ده. اسمع كده: في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائها وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم. القبر اللي كانوا دافنين فيه الأسقف شنودة فحتوه بعد 7 أيام وخرجوه منه عشان يحطوه في رملة. عايزين المشاهد ده بالظبط اللي حصل. نكمل بقى كده معايا. ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها والتي ساروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها. لا تجمع ولا تدفن بل تكون دمنة على وجه الأرض ويختار الموت على الحياة. انت النهاردة ماشي ورا مين؟ بتمشي ورا الميت ولا ورا المسيح الحي؟ بتتبع مين النهاردة؟ اللي بيتبع ميت بيبقى ميت زيه، واللي بيتبع المسيح الحي بيبقى حي زيه. المسيح كده قال نص: أنا حي وأنتم ستحيون. المسيح حي، اتبع المسيح الحي، سيب الميت. ان الميت ده اللي بيروحوا يلفوا حواليه وبيروحوا يسجدوا له وبيروحوا يتجهوا ليه، ده اسمه ميت، وانت كمان ميت زيه. اما اللي بيسجد للمسيح الحي بيحيا، ان المسيح زي ما قلت لك كده قال: انا حي وانتم ستحيون. عزيزي المشاهد، شوف كده، عايزك تشوف كمان معايا المشهد الخامس اللي جاي دوت: لمس جسد البابا شنودة اللي في الاعتقاد انا هاخد منه بركة. شوف كده الكلام ده تم فين في الانجيل، لان الكلام ده خطير جدا. افتح عزيزي المشاهد كده معايا سفر العدد عدد 19، سفر العدد اصحاح 19، واقرا كده معايا نصا كده اللي الرب قاله فيه. هتلاقي كده ان اللي بيلمس ميت شوف بيبقى ايه بالظبط. افتح كده سفر العدد 19 وعدد 13: كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب. كل إنسان، يعني البابا شنودة لما اتحط في بيت ربنا وانت راح تلمسه عشان تاخد منه بركة، انت مش انت بس اللي نجس، ده انت كمان نجست بيت ربنا. يعني الكنيسة الأرثوذكسية نجسة، وده بشهادة من كلمة ربنا. عايزين المشاهد، كفاية نجاسة. نجست نفسك ونجست بيت ربنا ونجست أولادك وحياتك وعايش في نجاسة. عارف ليه؟ لأنك بتروح تلمس ميت قاعد على الكرسي. شوف يا عزيزي المشاهد كمان المشهد اللي جاي، مشهد خطير قوي. موت الأسقف شنودة ووضعه على الكرسي 3 أيام تمت فيها عبادة وسجود وتسبيح وشموع وبخور وتمجيد. الكلام ده حصل في الإنجيل. لو انت في اعتقادك ان ده تكريما للبابا شنودة، طب هو فين في الإنجيل الكلام ده؟ ان كل الكتاب موحي به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ وللتقويم. افتح كده معايا يا عزيزي المشاهد نفس المشهد ده بتاع الكرسي والأسدين اللي موجودين ده. افتح معايا أخبار الأيام التانية عشان نشوف الكلام ده ايه. أخبار الأيام التانية 9 عدد 17: وعمل الملك كرسي اللي هو الملك سليمان كرسيا عظيما من عاج وغشاء بذهب خالص، وللكرسي 6 درجات، وللكرسي موطئ من ذهب كلها متصلة، ويدان من هنا ومن هناك، وعلى مكان الجلوس وأسدان واقفان بجانب اليدين. كده في أي مشكلة؟ الكرسي بتاع الملك سليمان كان نفس الكرسي اللي موجود بتاع اللي هو موجود اللي كان اللي قعد عليه البابا شنودة 3 أيام الميت. طب هنشوف بعد كده لما جه الملك سليمان مات حصل ايه؟ بيقول لك ايه؟ ثم اضطجع سليمان وعمل ايه بقى؟ وضعوه على الكرسي. يا سلام، وبخروا له. ايه ده؟ وكمان مش بس كده، وراحوا كمان لمسوه عشان ياخدوا منه بركه. وايه تاني؟ ورتلوا له. شفت بقى الكلام؟ يا خبر ابيض. وبخروا له وقالوا له شمع. يا عم فوق فوق واقرا الانجيل.
واقرا بص في الانجيل مكتوب ايه؟ اخبار الايام الاولى 9 عدد 31 ثم اضطجع سليمان مع ابائه فدفنوه في مدينة داود. لما مات سليمان ما حطوش على الكرسي زي البابا شنودة 3 ايام، ولا بخروا له ولا سجدوا له ولا قالوا له شمع ولا بخور. لما مات الملك سليمان دفنوه. ولازم الاسقف شنودة كان برضو يدفن في تربة. تعرف ليه يدفن في تربة؟ عزيزي المشاهد، لان في حتة خطيرة جدا انت مش واخد بالك منها. مين الافضل؟ انت مين افضل لك، انت المسيح ولا البابا شنودة مضلل الاجيال؟ مين احسن فيهم؟ خليك مركز معايا. انت هتقول لي هو مش مضلل، سيبك يا عم من كلمه مضلل. مين الاحسن، البابا شنودة ولا المسيح؟ اذا كان المسيح اللي خالق البابا شنودة واللي خالق الكون كله لما جه مات اتدفن في قبر، هيجي البابا شنودة احسن منه تحطه على كرسي؟ ليه المسيح ما اتدفنش في هيكل سليمان؟ طب اقول لك على حاجه تانية، ليه الملك سليمان ما اتدفنش في الهيكل اللي هو بنيه؟ تعرف ليه؟ اقول لحضرتك ليه. لان اول حاجه انا عايز بس اتكلم فيك معاها المسيح. بص المسيح دفن فين عشان بس يبقى كلام موثق من الانجيل. انجيل لوقا عدد 23 اصحاح 23 عدد 52 و53. هذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع وانزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت ولم يكن احد وضع فيه. جه يوسف ده راح خد جسد المسيح ولفه في كتان ودفنه في قبر. عايز المشاهد، مفيش عبد افضل من سيده. فعايزك تركز وتعالى النهارده للمسيح وقول له يا رب يسوع انا عايز اجي ليك، سامحني ان انا غلطت. شوف يا عزيزي المشاهد، النهارده لما تحط جسد قديس او جسد البابا شنودة، خلينا النهارده بتكلم على جسد البابا شنودة بس، جسد البابا شنودة بيت ربنا، دي اسمها نجاسة، ده اسمه شر. ده مش انا اللي بقول كده، اقول لك على حاجه بقى كمان، واسمه زنا روحي. افتح كده عزيزي المشاهد معايا سفر حزقيال 43 وهتلاقي فيه بقى الخطير. افتح حزقيال اصحاح 43 عدد 7. بص بيقول لك ايه، اقرا كده ورايا، اوعى ما تقراش، اقرا وصلي. وقال لي يا ابن آدم هذا مكان كرسي ومكان باطن قدمي حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسم القدوس لهم ولا ملوكهم، لا بزناهم. يا زاني، يا اللي بتروح تقعد قدام الأجساد جسد البابا شنودة وتقعد تصلي له وتقول له الحقني، أنت كده زاني. اسمع، ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم يجعلهم عتبتهم لدى عتبتي وقوائمهم لدى قوائمي وبيني وبينهم حائط فنجسوا اسمي القدوس. الكنيسة الأرثوذكسية النهاردة بدفنها للبابا شنودة داخل الدير نجسوا اسم الله القدوس. لما حطوه 3 أيام على الكرسي والناس راحت تعبده، ده اسمه نجسوا، دي نجاسة وزنا. برجاستهم التي فعلوها فأفنيهم بغضبي. الله يفنيكم بغضبه. فليبعدوا عني الآن. الله النهارده بيقول لكم يا قادة الأرثوذكسيين، يا بابا توادرس، يا كل القادة الأرثوذكس، يا شعب الأرثوذكسي، الله بيقول لكم دلوقتي فليبعدوا عني الآن زناهم. ابعدوا زناكم ده. خدوا جسد البابا شنو ده وادفنوه في قبر بره الدير وبره الكنيسة خالص ومحدش يسجد له. وجثث ملوكهم فأسكن في وسطهم إلى الأبد. عايزين ربنا يسكن في الكنيسة؟ طلعوا جسد البابا شنودة الميت ده وحطوه في قبر بره الكنيسة. اسمع كمان عزيزي المشاهد، ده حكم المسيح على الأجساد اللي جوه الكنايس دي بتبقى ايه بالظبط. افتح كده حضرتك معايا انجيل متى اصحاح 23. بص اقرا كده اهوت اخر حته انا هخلصها معاك. ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبور مبيضه تظهر من خارج جميله وهي من داخل مملوءه عظام اموات وكل نجاسه. ده المسيح اللي قال كده. عايزين المشاهد، انت عايز ايه النهارده؟ عايز المسيح القدوس ولا عايز الجسد البابا شنودة النجس؟ عايز المشاهد، اقعد مع ربنا وتوب. سلام.